كهربا وامام كركبوا الدنيا على الاخر في 100 عقبه. في البدايه لايك وشير وصلي على النبي في التعليقات يا حبيب اخوك، ولو مش متابعنا يا ريت تتابعنا عشان يصلك كل ما هو جديد من فيديوهاتنا ومتابعين. في البدايه عزيزي لو اتكلمنا عن كهربا، اول حاجه كهربا اللي كلنا عارفينه محمد عبد المنعم كهربا دافع الغرامه كامله. اداره نادي الزمالك طلعت قالت الكلام ده، وانا وانت يا حبيب اخوك كنا مصدقين الكلام ده، بيقول لك كهربا دافع الغرامه والموضوع انتهى والموضوع خلص. اداره نادي الزمالك برئيسها الاستاذ حسين لبيب اللي طلع واكد ان كهربا دافع الغرامه كامله، وانه رفض موضوع تقسيط الغرامه حتى لو اللاعب هيعتزل. نفس الكلام ده طلع قاله الاستاذ احمد سليمان اللي طلع نفس الحوار ده، واعلامي نادي الزمالك اتكلموا والجمهور اطمن وقال لك انه اخذ الغرامه كامله من كهربا، رغم ان انا وانت عارفين ان الكهربا اتظلم في الحوار ده وتم تزوير العقد بتاع كهربا. يعني احدهم كده زوره في الاتحاد والموضوع مشي وجابوا غرامه على اللاعب مبلغ وقدره. لكن لما تيجي كل ده تاديب عشان راح النادي الاهلي، لكن لما تيجي تتكلم كده بوضوح بالفعل كهربا طلع ضاحك على الكل. ومن الاخر كده نفس الموضوع اداره نادي الزمالك ضحكت على الجمهور، من الاخر كده لبسته الطاقيه. وزي اللي قالوا لي يا عزيزي انت يعني عايز تقسط اخويا هات قسط وماله، بس احنا هنطلع نقول للجمهور انك انت دفعت الغرامه كامله عشان احنا ما بنحبش نزعل الجمهور. وكهربا مشى الغرامه تقسيط، يعني قسط تقسيط المريح كمان، عشان يجي في الاخر كده امبارح ونتفاجئ بالفعل ان بيقول لك ان كهربا معمول له محضر في احد الاقسام والسبب شيك بدون رصيد. ومين صاحب الشيك؟ اداره نادي الزمالك. واللي ده معروف يا عزيزي ويا اخويا الغالي ان دي كده قسط الغرامه، وان كهربا يطلع في مداخله مع شوبير ويقول له عادي جدا مش عارف الناس مستعجله على ايه، عشان ياكد الخبر ان بالفعل ان كانت في غرامه وكانت لازم تدفع. والغرامه دي يا عزيزي تقسيط او قسط من الغرامه كلها. ورغم ان كل ده حصل واداره نادي الزمالك طلعت ولبست الجمهور الطاقيه، ويا ريتها ترسع الطاقيه بس، ده لبسته الطربوش كمان، واكدوا ان الغرامه اتدفعت كامله وبالجنيه زي ما الصوره واضحه قدامك. مش بس كده، امام عاشور اللي طلع امبارح برضه كركب الدنيا على الاخر ولبس لاداره نادي الزمالك الطاقيه قدام الجمهور. اولها كده امام عاشور اللي كانوا طالبين انه يتحبس، للعلم يعني يا حبيب اخوك ان امام عاشور خلاص قصته انتهت مع فرض الامن وتصالحوا والموضوع انتهى يعني وبلا شماتها. بس خلينا في الاهم والمهم، كل ده كلهم كانوا شمتانين فيه، من اعلاميين طبعا للاعيبه كره قدم في نادي الزمالك للمشجعين وللجماهير نادي الزمالك. لكن نتكلم في المهم، الراجل طلع استضافه كابتن شوبير واتكلم بوضوح كده وجاب كل اللوم وكل الحوارات وسبب انتقاله من النادي من الفريق المتلندي للاهلي، وانه طلع الاهلي يا عيني مظلوم في حكايه الكوبري، وانه ما طلعش اللاعب كوبري ولا جه ناحيه حتى مش عايز اقول لك كوبري اكتوبر ولا كوبري متلندا. وان اللاعب لما رجع من بره من الفريق مصاب وكان بيتدرب مع نادي الزمالك في النادي وكان بيروح كل يوم عادي، وقعد يطالب فيهم انه يرجع النادي ومحدش سأل فيه وقال له انت بتعمل ايه. ووقتها يا عزيزي طبعا اللاعب في اول عرض جاله من النادي الاهلي، ورغم انه كان مكلم حد في نادي الزمالك ويا ريت يا جماعه يعني يخلصوني من النادي وارجع لبيتي، طلعوا ويعني الراجل وقال له ادفع انت الفلوس وبعدين تعالى، يعني تعالى لنا مجانا. لكن اللاعب لقى عرض قدامه النادي الاهلي وتعاملوا معاه باحترافيه، الراجل اتوكل على الله راح النادي الاهلي. يعني من الاخر كده الراجل قصف الجبهه حرفيا وعرى الاداره برضه للجمهور وجاب اللوم ده كله على الاداره، وان الاداره اللي قصرت في كل ده، عشان نتفاجئ حرفيا يا اخويا الغالي ان الظلم ده كله اللي حصل للاعب كان بسببه اداره نادي الزمالك. بالفعل قلت لك كركبوا الدنيا حرفيا. لايك وشير، عجبك الفيديو شيء